سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه جديده، جوج حرشات في 10 دقائق، وحده مالحه ووحده حلوه. مالحه بالزيتون والفرماج، وحلوه عاديه على حسب الذوق. كيوجدوا بالزربه وكتخلطي فيهم المقادير كاملين بلا ما تبسبسي سميده ما والو. المهم هنا عندي 150 مليلتر ديال الحليب، انا عبرت بالحك ديال اليوغورت. عندي النص يعني 75 مليلتر ديال زيت العود، عندي 150 مليلتر ديال الماء، وهنا 300 غرام ديال السميده. هي جوج حكاك ديال اليوغورت، هادو عبرتهم كلهم هاد المقادير بالحك ديال اليوغورت. ودرت الملح صافي وغنخلط. الحاشا ما تحتاجيش تخلطيها بزاف باش السميده ما تشربش المقادير وتجيك صعيبه في الخدمه. هذه كتخلطي فيها المقادير كلهم صافي وكديريها طيب. هنا غنزيد 8 غرام ديال الخميره، هي معلقه صغيره. شويه الزيتون، كيبقى الكميه على حسب الرغبه، وشويه الفرماج. هنايا درت الفرماج عادي، هذاك المثلث اللي كناكلو مع الخبز، هذاك الفرماج العادي. المهم انا غنخلط تخليطه خفيفه هكا وغنديرها في المقله. المقله البنات انا دهنتها ديجا بالزبده، هنايا غندير فوقها السميده صافي وغندير فيها الخليط. صافي هنايا كبيت فيها الخليط، غنحاول نقادو على قد المقله. من احسن نستعملوا هذا النوع ديال المقله اللي ما كتلصقش، ولا حتى المقله الثقيله حتى هي كتجي فيها الحاشا مزيانه. هنا كنحاول نقاد الوجه مزيان بحال هكا. انا كنفضل نقادو بمعلقه كيتقاد احسن. صافي حتى قاديتها كامله وقاديت لها الوجه. صافي رشيتها بالسميده من الفوق باش ملي نقلبها على الجهه الاخرى تجيني ساهله بلا ما نعاود نرش المقله من جديد. صافي هنايا كملتها من الفوق، هنا درتها كطيب. صافي كنحركها بهذه الطريقه، نديرها هكا باش تحسي بها بلي راه ما لصقاش في المقله. كتبقاي تقلبي فيها على الجهات بجوج، وعلى عافيه مهيله تكون ناقصه ما امكن باش طيب من الداخل ومن برا، حيت لا كانت مجهده طيب من برا وتبقى من الداخل. صافي كنبقى نقلبها كل مره باش نعرف فين وصلات. المهم هنايا طابت، كتجي على هذا الشكل. الصراحه كتجي بنينه بزاف بزاف بزاف. كنتمنى تجربوها وتكون عجباتكم هذه الوصفه. المهم هنا البنات نفس المقادير. الحرشه اللي غنديروها غير بالعسل عاديه، درت فيها 150 مليلتر ديال الحليب، و150 مليلتر ديال الماء، و75 مليلتر ديال زيت الزيتون. ديما كنعبر بالحك ديال اليوغورت، انا عبرت بهذاك الحك الكبير شويه. المهم درت فيها فاني ومعلقه كبيره ديال السكر وشويه الملح. هنايا 8 غرام ديال الخميره و300 غرام ديال السميده، نفس المقادير اللي درت في الاول، غير هادو ناقصين الزيتون والفرماج. صافي هنا كنحركها بحال هكا. كتبان ليا بدات كتعقد شويه. نفس الطريقه غنشد المقله غندهنها بزبيده وغنرش عليها شويه ديال السميده وغنخوي فيها هاد الخليط. كتجي بحال هكا جاريه شويه. صافي ملي كنخوي الخليط كنحاول نقادو بنفس الطريقه،
ونحاولوا نزربوا شويه حيت السميده كتشرب السربه، كتشرب المواد اللي دازتي فيها ديال الحليب والماء، غتجيك شويه صعيبه في الخدمه. قد ما زربتي قد ما مزيان. وما تخافيش واخا تبان لك جاريه، غير كتبدا طيب كتشد في راسها. صافي هنا كنقاد لها الوجه. هذه حريشه عاديه اللي كنديروا فوق منها العسل ولا الشوكولات، ولا كتجي حلوه حيت فيها الفاني وشويه السكر. المهم هنا البنات كنطيبها مره كنحركها بحال هكا. هنا درت لها شويه ديال الزبده من الفوق، حتى هي كنت رشيتها بالسميده. صافي هنايا تقريبا طاب هذاك الوجه اللي حطيتها في الاول. كنبقى نقلبها بشويه حتى كطيب. صافي كندورها بحال هكا باش طيب على خاطر صافي هنا البنات طابت. كل واحد والذوق ديالو، كاين اللي كيبغي يديرها بالعسل، كاين اللي كيبغي يديرها بالكونفيتير، بالشكلاط، بالفرماج، كاين اللي كيبغيها عاديه. الصراحه ساهلين بزاف حتى لاخر لحظه، وتوجديهم في الفطور ولا في كاسكروط في العشيه. ما كيطلبوا لا وقت لا مجهود لا والو، وكيجيو بنان زوينين بزاف. هانتوما البنات شوفوا كتجي رطبه هشيشه كتذوب في الفم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، ولا كنتو اول مره كتشوفوا الفيديوهات ولا القناه ديالي كنتمنى التشجيع ديالكم وتشاركوا في القناه ديالي. ومرحبا بكم، شكرا.